تشكل العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1444 والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجسيدا ميدانيا لقيم التضامن والمشاطرة النبيلة التي تميز الشعب المغربي، وتكريسا لإرادة جلالة الملك في جعل هذه العملية أداة فعالة للتماسك الاجتماعي. ربورتاج من آسا مع حفظ محضار ومحمود شركي. عملية رمضان 1444 تنطلق بإقليم أسزاق، حيث تستفيد الفئات الاجتماعية التي تعاني الهشاشة من دعم غذائي عبارة عن قفف تضم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية. عملية تعكس فلسفة الرؤية الملكية في المجال الاجتماعي، حيث سيمكن هذا الدعم الغذائي من التخفيف من متطلبات الشهر الفضيل على الأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية التي تشكو العوزة. مبادرة كتجي في وقتها صراحة، كتجي من عند سيدنا الله ينصرو، وصراحة لحق عليها الوقت وشحال من مسائل، يعني فائدة في الفئة في المجتمع، يعني كتستاهلها وجاية من في وقتها، يعني من ناحية التضامن. عملية رمضان هذه السنة اتسمت برفع أعداد المستفيدين من المبادرة على مستوى هذا الإقليم الحدودي، حيث تجاوز العدد 10,000، فيما تم تعزيز سلة دعم بمواد أساسية أخرى. أشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المساعدة اللي ساعدنا بها، الله يجازيه، ونتمناو الخير لنا وللمسلمين أجمعين، وجا في وقته وكنشكروه ويطولنا في عمره. احنا هذا معاونة لنا حنايا فاصلين فيه ولاحقين عليه، الله يكثر خيره والله يحفظه، الله يحفظه من شي شيء مولانا، الله يطول حياته. هذه العملية تشمل الأوساط القروية وكذا الحضرية بهذا الإقليم، حيث تباشر لجان الإقليمية عملية التوزيع بغية إيصال حصص الدعم إلى كل الفئات المستهدفة بكل أرجاء هذا الإقليم الحدودي.